بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أبطال قناة الزملكاوية الرياضية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد معانا. كما تعودنا زي ما قلت لكم إن شاء الله هنطلع فيديوهات كتير ياما الأيام اللي جاية. أنا بس هتكلم في نقطتين بس النهاردة يخصونا. أول حاجة زيارة محمود الخطيب والنادي الأهلي لنادي الزمالك النهاردة. بص يا بيبو، أنا عارف والله العظيم ومقدر، أقسم بالله أقسم بالله الرعب اللي عملوه لك حسين لبيب. يعني أنا مقدر قد ايه حسين لبيب ده راجل حراق، اقسم بالله يا عم انا مقدر وعارف قد ايه اللي هو راجل حراق. تاني حاجه يا بيبو، تعالى انت جاي تزور نادي الزمالك وتلبي الدعوه اللي هي بقى لها اكتر من 4 شهور قبل مرض العمري فاروق الله يرحمه، وجاي بتلبي الدعوه بعد وفاه العمري فاروق باسبوع. يعني اديني سبب مقنع يا بيبو يخليك تعمل كده. يعني انت احنا مديلك الدعوة من 4 5 6 شهور من اول ما المجلس مسك، او 9 شهور. جيت انت رفضت الدعوة، جاي دلوقتي بعد ما العمري فاروق الله يرحمه وافقت على الدعوة؟ ها؟ طب ليه؟ ها؟ عشان انت عارف ان حسين لبيب راجل اقسم بالله اللي هيحطه في دماغه في فريقك هيجيبه. يعني انت بالاخر يا خطيب منظرك هيبقى وحش قدام جمهورك وقدام دنيتك. اصل ده مش مرتضى منصور هيجعجع ويقول لك انا معايا 600 مليار في النادي وهو ما فيش 2 جنيه. لا ده راجل يقول لك احنا ممكن معناش فلوس، ومعاه اللي هم معاش فلوس دول معاه 300 مليون جنيه من هاني بيرزي وهاني شكري وايمن ممدوح عباس وممدوح عباس ومدحت العدل وناس ياما. ناس ياما هي بتشارك، وعمرو الجنايني، مش عايز انسى حد. مش عايز انسى حتى الناس القدامى كانوا دلوقتي بيشاركوا مع مصطفى سيف العماري، والناس كلها موجوده. فيا حسين لي يا لبيب، انت اعظم من اعظم، مش عايز عشان في كمال درويش، في جلال ابراهيم، في ناس محترمه مسكت. انت من اعظم رؤساء الانديه اللي مسك نادي الزمالك. كفايه يا راجل ان محمود الخطيب، مرتضى منصور قعد 3 سنين يهاتي يا خطيب يا رجع الساعات عشان الخطيب مش عارف ايه يرجع ويعمل وبتاع وايه، ويزوره ويقول له خلاص يا مرتضى احنا خلصنا القديم واللي فات وبتاع ونرجعوا حبايب زي ما كنا. الخطيب ما عملش كده. انت في 8 شهور جبت الخطيب عندك نادي الزمالك. طب ده ما بيدلش على حاجه؟ يعني ما بيجيش معاكوا على حاجه؟ وبعدين ايه؟ بعد وفاه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي باسبوع الراجل بيلحق نفسه. والله العظيم 3 الزيارة دي الخطيب بيلحق نفسه. والله. عارفين بيلحق نفسه ليه؟ عشان الكلمة اللي قالها جمهور الأهلي لغاية ما حسين لبيب يتكيف ويعمل اللي هو عاوزه، جمهور الأهلي هيحاسب عليها. خدها مني أنا بقى. كلمة يا حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب لغاية، والله العظيم لما حسين لبيب هيستكفى بعد كده هيسيبكم. فزيارة الخطيب النهارده ليها معاني كتيرة للي مش فاهم الخطيب جه نادي الزمالك ليه النهارده. خلاص؟ تمام. نيجي بقى لماتش الزمالك والاسماعيلي. ماشي. اول حاجه شفنا الماتش. ماتش مش وحش، اللعيبه مش وحشه، اللعيبه عملت اللي عليها، الكوره مش عايزه تخش. يعني اول حاجه كمدرب، اديكوا شفتوا اللي قال لي جوميز ايه تجاربه وعمل ايه ونجح في ايه. لا جوميز نجح، وانت عارف وشفت بعينك ان جوميز نجح. نجح في ايه؟ الكرة ما بتقعدش في ايد في رجل لاعب. تك 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 تك، بص على الارض بص على الارض بص على الارض بص على الارض، الكرة ماشية كده. ماشية معاك تيكي تاكا. ها؟ مش زمان دونجا ياخد الكرة ويلف حوالين وبعد كده يديها الرؤى ويلف حوالين نفسه وبعد كده ايه ده؟ لا يا حبيبي، ده دلوقتي لمسه ولمسه تيكي تاكا، لمسه لمسه، اللعيب اللي هيلمس لمستين بره. النهارده شفنا محمد شحاته. محمد شحاته على فكره من افضل اللعيبه اللي بيحبها جوميز. طب طلعوا لي النهارده محمد شحاته اخد انذار وعمال بيعمل تدخلات قويه. محمد شحاته هو لعبه كده، هو لعبه خشن زي طارق حامد، فهو خاف عليه من الانذار الثاني. ده انت لسه مش هتجيها 23 مش اول او 30 وخدت انذار وبتلعب خشن في كوره تاني. لا انت لازم تطلع. وبعد كده شفنا بقى الاحترام جابه وجاب احمد مجدي قعد يترجم له اللي انت مش لعيب وحش، انا سحبتك عشان خايف عليك، انا سحبتك من الملعب عشان انا خايف عليك. فجوميز ده مدرب ادوله فرصه باللعيبه اللي معاه بكل الامكانيات اللي معاه، وهتتفرجوا على حاجه تانية. انا العيب الوحيد بقى، يعني العيب الوحيد اللي كان نفسي بس هو يعمله النهارده، اللي هو بدأ يعني طلع شيكابالا كان يرمي مفازة معاه، اللي هو اللاعب الاوغندي ده مفازة معاه، ما كانش شيكابالا، وكان خلى خطه زي ما هي، وكان خلى زيزو بنص الملعب. انا اللي كنت اتمناه. تمام. طب اوكي، زيزو راح هناك على الطرف، اسحب حد من نص الملعب يا عم.
يا عم اسحب حد من نص الملعب، حط اللي هو اللعيب الاوغندي ده في نص الملعب، لعيب سريع ومراوغ وبيتحرك وبتاع والكلام ده. انما فرص للاسماعيلي انا ما شفتش الا فرصتين، الزمالك حسب 8 9 فرص. ماشي يا جماعه، لسه الدوري طويل، انا هفضل اقول لكم الدوري طويل. اي نعم احنا لسه في المركز ال 13، احنا لعبنا 9 ماتشات، فاهم انت؟ 27 بونت يا جماعه، لمينا منهم معلش 11 بونت، 16 بونت يضيع من نادي الزمالك في ابتدائي الدوري. غلط 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 غلط. بس انا هنعمله ايه؟ منه لله اللي كان السبب واللي كان ماسك، والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا براجل يعرف بيلم على قد ما يقدر، اللي يقدر يلمه. يا جماعه خليكوا ورا نادي الزمالك، خليكوا ورا مجلس الاداره المحترم اللي عامل كركبه لاي نادي في مصر. والله العظيم حسين لبيب عامل كركبه في بطن اي رئيس نادي في مصر. خليكوا ورا الراجل ده. الراجل ده معاه ناس كويسه، ومعانا رجال اعمال كويسه، ومعانا ناس بتخدم النادي سواء في مجلس الاداره او بره مجلس الاداره. يا جماعه انا عايزكم تبقوا ورا الناس دي، عشان الناس دي بامر الله هتوصل الزمالك ان شاء الله لمرحله جميله اللي احنا بنتمناها ان شاء الله رب العالمين. اخر حاجه، بتمنى من امن بوابه نادي الزمالك محمود الخطيب وهو طالع تفتيش ذاتي بعد اذنكم. امن نادي الزمالك يا هنداوي لو بتتابع الفيديو بتاعي، انت اللي واقف على بوابه 6 باين، محمود الخطيب يتفتش تفتيش ذاتي. الساعات بالذات يتعمل لها انت يعني جهاز انذار لوحدها. الساعات، اي حد لابس ساعه وكان محمود الخطيب جوه النادي النهارده يروح يامن على الساعه بتاعته. النهارده تعملوا جهاز كشف السرقات قبل ما محمود الخطيب يطلع من النادي. طب محمود الخطيب بيقول عليه، بيقول السلام عليكم، الساعه الوريكس تبقى في ايده. يا ريت يا جماعه نخلوا بالنا من ساعاتنا. كل الدعم لمجلس الإدارة برئاسة العظيم حسين لبيب، والمحترم هشام نصر، والمحترم هاني بيرزي وهاني شكري واحمد خالد حسنين ونيره الاحمر ومصطفى، مش عايز انسى اي حد مجلس الاداره. كل الاحترام لعمرو الادهم، مش عايز انسى عمرو الادهم الجونش الموجود في مجلس الاداره. كل الاحترام لكل الناس دي. نادي الزمالك كان فين وبقى فين؟ اي نعم ماشي، احنا لسه الامور بتمشي، بس انتوا شايفين نادي الزمالك بيبتدي يشوف النور. عايزين كلنا يا جماعه نبقى ورا مجلس الاداره، وكلنا ورا محسن لبيب. اخر حاجه حبيت اقولها، يا هيما ابراهيم سعيد، اللي كنت بتطلع في مسابقه رقص وبتاع وعليك 3 شهور، محمد صلاح امبارح جاب جون واسيست. محمد صلاح اللي مش عاجبك كنت بتتريق عليه امبارح جاب جون واسيست. ها سلمي على لمياء. السلام عليكم.